تعال خدكم معايا اجمد رحلة لوادي الريان. اهل الفيوم بالذات يركزوا معايا. هنا طبعا كان من اول الرحلة كده من ساعة ما خلاص وصلنا. طبعا المرة دي هنغير من جيش الأكيلة لجيش الفسحنجية. وهنا بقى خلاص كنا بنتحرك من اسكندرية، وهنا كنا في الصحراء، وهنا الصراحة أنا جوعت جدا. بعد كده خدنا استراحة كده شوية، وأول حاجة وصلنا لها في وادي الريان وهي البحيرة القمر دي. معرفش ازاي البحيرة دي كان فيها موج. عايز أقول لكم مفيش حاجة عايزين تتصوروا فيها مش هتلاقوها، من حسينة لجميلة المناظر طبيعية. المركبة دي بقى كانت أحسن حاجة في البحيرة هناك. الصراحة كنا هنقع بطريقة مش طبيعية، لدرجة إن الراجل قاعد يميلها يمين وشمال، قال يعني بيخوفنا وكده. صلي على النبي واعمل لايك واشتراك للقناة عشان دي أجمد رحلة ممكن تطلعها في حياتك. هنا بقى رحنا حديقة الشلالات، ودي حرفيا اللي أجمد حاجة في الرحلة. شايفين منظر الشلالات يا جماعة؟ مناظر طبيعية خلابة بطريقة مش طبيعية بجد. أكتر حاجة حبيتها في الرحلة دي هي الشلالات والتزحلق على الرمال أصلا. هنا بقى الصراحة ما بطلتش تصوير من عند والشلالات بجد، مش هتعوزوا تمشوا منها لأن بجد منظرها كان حلو جدا. وطبعا بعد ما خلصنا الشلالات رحنا اتجهنا على الرمال. ما نسيتش ان احنا صورنا على الرمال لان هنا كنا. ودي كانت فرصة للصور اللي انا صورتها هناك في الرحلة في البحيرة وعلى الطريق وعلى البحيرة الأرضية وفي شلالات. فاكر الصراحة ما عرفتش اصور الشلالات كتير لأن كانت زحمة. خلاص الغروب القمر ده ابتدى يجي ويهد كده بالمنظر الطبيعي. بس الرحلة كده لسه ما خلصتش، ده احنا بنختمها كمان حاجة كده ضرب نار لازم نولعها قبل ما نمشي. فكل الرحلات اتجمعت في القرية بتاعت وادي الريان دي بالليل، وحصلت الكارثة اللي انتوا شايفينها دي بالصواريخ، وطبعا في حفلة ألوان. والصراحة كل واحد كان عنده كابت يا جماعة. عايز أقول لكم طلعوا بطريقة مش طبيعية، غير إن الشوارع دي عامتنا أصلا بجد. لو في رحلة لوادي الريان أو الفيوم عايز تطلعها اطلعوا وما تترددش، لأن دي أجمد فقرة هتعجبكم. وهنا طبعا خلاص دي كانت ستوري اول ما وصلت الشلالات كنت بصورها لكم. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اشتراك للقناه وحركه الاكس بلو عشان الفلوجايه الجايه ضرب نار.